خطرت لنا فكرة تم طرحها لأول مرة، وهي أن نجعل خدمة للرسائل سعرها رمزي لا يكاد يذكر، 65 فلسا في اليوم، ومن ريعها نبني مسجدا ثوابه للمشتركين. وبالفعل بدأ أهل الكويت بالاشتراك في الخدمة، وبدأنا بالبحث عن أفضل مكان نبني فيه مسجدهم، ووقع الاختيار على قرية في شرق سريلانكا تتجمع فيها الأقلية المسلمة هناك، حيث أن تعداد المسلمين فيها يصل إلى 50,000 نسمة، فقراء بعضهم يعيش في أكواخ بسيطة وليس لهم القدرة على بناء بيوت لهم، فضلا عن أن يبنوا بيتا كبيرا من بيوت الله تعالى. سبحان الله، يعني الذي يرى هذا المكان لا يظن أنه يسكنه بشر. يعني بعض القطع الخشبية المتلاصقة التي كونت ما يسمونه بمنزل أو بيت. طبعا لا تسألني إذا يعني سقط المطر وكثيرا ما يسقط هنا ماذا سيحدث. العجيب سبحان الله، بعض المتبرعين تبرع لهم ببئر لكي يسحبوا منه، فهم يعيشون على هذا. وبعض الأسلاك الشائكة الذي يدخل هنا يحس أنه في معتقل ليس في منزل. إذا كان بيتك لا يعجبك وتحس أنه ضيق، تأمل في هذا قليلا، ثم لربما لو أعدنا التفكير سوف يتغير شعورنا تجاه البيت. والمميز في أهل هذه القرية أنهم محافظون على دينهم، متمسكون بالإسلام، يحفظون أبنائهم وبناتهم القرآن من الصغر ويعلمونهم الدين، ولكن ليس لديهم مسجد كبير يجتمعون فيه. فماذا قدم المشتركون في الخدمة من أهل الكويت لهذه القرية؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مسجد في المحافظة بل وفي شرق سريلانكا كلها، تم بناؤه تحت إشراف كامل من بيت الزكاة الكويتي. استمر البناء 2 بنيناه قطعة قطعة، ونحن نترقب أن نرى مسجد أهل الكويت من المواطنين والمقيمين. وفي النهاية جاء يوم الافتتاح، هذا اليوم الذي كنا ننتظره منذ مدة طويلة. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر. اسمحوا لي أن أبدأ بكلمة بسيطة أحملها لكم من إخوانكم من أهل الكويت من المواطنين والمقيمين. نقول لكم بالنيابة عنهم والله إنا لنحبكم في الله. فرحتنا بالمسجد لا تكاد توصف. سجدنا شكرا لله تعالى الذي له الحمد أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. وقد كنا نرجو من الله عز وجل أن يحيينا وأن يمد في أعمارنا لكي نصل إلى هذا اليوم العظيم، لكي نقف بين أيديكم ونرى هذه الابتسامات والوجوه المباركة لنفتتح هذا المسجد، والحمد لله الذي أمد في عمرنا حتى بلغنا في هذا اليوم. إلا أن فرحتنا هذه لا تساوي شيئا أمام فرحتهم، مع أننا لم نكن نعرف لغتهم ولا يعرفون لغتنا، إلا أنهم كانوا يحاولون أن يعبروا لنا عن فرحتهم بأي طريقة. إن بعض الذين شاركوا ببناء هذا المسجد قد يكونون قد توفاهم الله عز وجل. إن بعض الذين بنوا هذا المسجد أطفال صغار شاركوا بأفلاس بسيطة. إن بعض الذين عمروا هذا المسجد الآن قد لا يرونكم، ولكنهم جميعا يتمنون منكم أن تعمروا هذا المسجد بذكر الله والصلاة، وأن تعمروه بتلاوة القرآن،
أن تعمروه بالدعاء والصفوف الأولى، أن تعمروه بأبنائكم في المدارس هنا يتعلمون ويعلمون وينفعون أهليهم. إننا نطلب منكم أن تجعلوا هذا المسجد هو شعلة نشاط من ذكر الله عز وجل يصل فضله ونوره إلى كل من هو في هذه القرية. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا المسجد يعتبر مركزا إسلاميا متكاملا ومكونا من 3 أدوار. أولا مصلى رئيسي واسع، ثم في الدور الثاني مصلى آخر نصفه للنساء ونصفه للرجال، مع إطلالة على الدور الأرضي. ومما يميز المسجد المساحة الممتدة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المصلين، يصل إلى 4000 مصل مع الساحات. المسجد واسع، النوافذ والإطلالات من كل ناحية. سبحان الله، الذي يدخل المسجد يحس بالانشراح. توجد أماكن الوضوء خارج المسجد، وأيضا توجد أماكن الوضوء في الدور الثاني. أما الدور الثالث فهو يحتوي على مدرسة لتعليم الصغار مكونة من 6 فصول دراسية. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاك الله خيرا. ولا يتوقف المشروع عند هذا الحد، بل يوجد في المسجد أيضا ملجأ للأيتام وللطلبة الدارسين في المدرسة، بحيث يصبح مركزا إسلاميا متكاملا. إلى كل من شارك في بناء هذا المسجد، أنا أهنئك من كل قلبي. هذا هو مسجدكم، مسجد أهل الكويت والمواطنين والمقيمين.